بيبدأ المسلسل بواحدة وبتحكي وبتقول إن كان في ملك قوي محدش يقدر يقف قصاده ومحدش تصدر غير اتنين، علي بن سعفان ووديدة مراته، بسبب يقدمله الملوخية عشان يسيب جوزها. وبتعجبه الملوخية ويسيب جوزها. وبعد كده بنروح الزمن الحديث اللي في الزمن القديم تبقى جدتها، والشيف ده بيكون عنده برنامج لكن بيسيبه، وبيكون أصلا عايز يفتح مطعم وبيكون ساب البرنامج ده علشان عايزينه يطلع على السوشيال ميديا ويعمل ترند وحركات وكده. والشيف طبعا كان رافض كده لأنه مكانش عايز يهزق نفسه. ووديدة وأصحابه بيروحوا يصوروا على عربية كبدة ويستخدموها كديكور، لكن صاحب العربية مش بيعجبه الكلام ده وبيزعقلهم وبتمشي. وبالمناسبة بيكون اسمه صبحي بعدها باسمه، وبيقوله إنه معجب بيه جدا، وبيقوله كمان إن الناس هنا معاملتهم مش كويسة عشان كده كان بيزعق وبيخلي الشيف يدوق الأكل بتاعه. وبيقول له الشيف ان الاكل بتاعه حلو وفلوس للراجل، ولكن بتقف على فلوس التأمين. وبيقول له صاحب المحل انه يجيب الفلوس كلها مرة واحدة وبعد كده يديله المحل. بعد كده بنشوف الشيف ابو المجد رايح لصبحي علشان يقول له انه هيفتح مطعم وعايزه يشتغل معاه، لكن صبحي بيتأسف له انه مش هيقدر علشان هو هيشتري مطعم وعنده احلام وكده. بعد كده بيقنعها انها تشترك في مسابقة طبخ، لكن هي بتكون مش موافقة. والشيف ابو المجد اصلا بيستفزها وبيقولها انك اصلا مبتعرفيش تطبخي، وهي بتتعصب وبتدخل المسابقة. وبنشوف صبحي وهو عند خطيبته ويقولها انه خلاص هيسيب العربية يشتغل مع ابو المجد، وبيروح له والشيف بيوافق انه يشتغل معاه، وبيعرض عليه صبحي انه ممكن يجيب له شيفات تشتغله في المطعم. وابو المجد بيوافق ويروح معاه، يقولها انها تعمل له طاجن عكاوي. بعد كده بيعرض عليها انها تشتغل معاه، وبيروحوا لتاني واحد وبيكون اسمه بشندي وبيشغله معاه، بقى يدفع لها مقابل انها تشتغل معاه في المطعم. وبتوافق وبتروح المطعم وتقول لابوها ان عندها افكار عشان نطور بيها ادارة المطعم. بيقولها انه مش فاضي وبيقولها تسأل عن الشيف صبحي في المطبخ. والحلقة الاولى على كده. بعد كده بنروح للحلقة التانية وبنشوف ان وديدة وجوزها عملوا مطعم وعزموا فيه محمد علي باشا، ولما محمد علي بيجيبوا الاكل بيكتب لوديدة وجوزها اراضي وفلوس كتير. بعد كده بنروح للزمن الحالي وبنشوف الشيف ابو المجد جامع الشيفات في المطعم وعامل اجتماع وبيقول لهم ان من دلوقتي الشيف صبحي هيكون المسؤول عن المطبخ، وان اي حد عنده مشكلة يرجع للشيف صبحي. لكن الشيف حسن بيتضايق من الكلام ده، والشيف حسن ده بيكون شغال مع الشيف ابو المجد من زمن وبيكون دراعه اليمين. والشيف بيلاحظ كده وبيقول له انه عايزه في المكتب، وبيقول له انه عين الشيف صبحي هو المسؤول عن المطبخ علشان هو اللي جايب الناس دي، والناس دي لبط وهو اللي هيعرف يتعامل معاهم، غير لما يجيب واحد كان شغال في مطعم 5 نجوم ومش هيعرف يتعامل معاهم. وبيقول له ان اكتر واحد بيقدره وما ينساش انه هيكون عينه على المكان. بعد كده بنشوف صبحي في المطبخ والست غالية بتشتكي له ان مفيش حد يساعدها في تقطيع الخضار، فبيخلي وديدة تساعدها. بعد كده بيجيلها الشيف حسن بيقولها ان في احتفالات تحت والاطفال بيبوظوا العربيات، وطبعا بيقولها كده عشان يعطلها ومتشتغلش. وبتنزل جري وبتلاقي الناس بترقص وبترقص معاهم وبتسيب الشغل. بعد كده نشوف الست غالية وبشندي بيتخانقوا علشان الست غالية عايزة تاخد البصل اللي هو مقطعه، وبيدخل عليهم الشيف ابو المجد وبيزعلهم لان في اكل متأخر بقاله نص ساعة. وبيقول له صبحي انه كان فاكره قد المسؤولية وانه هيعرف يدير المطبخ، وبيقول له كمان انه لو الاوردرات منزلتش هيرجع في كل قراراته. وصبحي بيقول لغالية ليه الاوردرات متأخرة، وبتقول له ان وديدة سابتها ومشيت ومقطعتش الخضار. وبينزل صبحي علشان يجيبها وبيزعلها صبحي، وبتروح على المطبخ ويدخل عليهم الشيف ابو المجد. وبيقول له صبحي ان ما ينفعش ان بنته تسيبهم عشان مجرد انها زهقت وان المطبخ وقع بسببها. وبيقول لها ابوها ان صبحي المسؤول عن المطبخ وان كلامه يتسمع. بعد كده بنشوف ان فرن المطبخ مش شغال وصبحي بيكون مش لاقي حل، والشيف حسن بيقول لابو المجد انهم ممكن يعملوا الطواجن في الفرن المخبوزات عنده. وكده حسن بيصغر صبحي قدام الشيف وصبحي بيتضايق. ونشوف الشيف ابو المجد قاعد مع حسن وبيقوله ان الناس مش ملاحقة على الطلبات وانه عايز يجيب شيفات تانيين يساعدوهم في المطبخ. بس حسن بيقنعه وبيقوله ان الفكرة ان مش بالعدد وانه ميكلمش حد تاني والناس اللي في المطبخ هتعمل كل حاجة. بعد كده الشيف ابو المجد بيدخل المطبخ عشان جايلهم طلبات كتير، وبيقول لصبحي يجيب الطلبات اللي في الورقة او يبعت حد. وصبحي بيبعت وديدة وتروح تشتري من سوبر ماركت، وتكلفة الخامات بتكون 43,000 جنيه. وبيعرف صبحي وياخد منها الفاتورة علشان يوريها للشيف ابو المجد. وفي اخر اليوم صبحي بيوري للشيف فاتورة الخامات وبيزعق لبنته ولصبحي لانه مفهمهاش كويس. وعلى الجنب التاني الشيف ابو المجد بيقول لبشندي وغالية انه سعيد بيهم وانهم شالوا المطعم كويس، ولكن الشيف حسن بيقع في الكلام وبيقول للشيف ان بشندي وغالية وعملوا الواجب وزيادة وان مكانش محتاج يجيب حد يساعدهم. والشيف بيبصله لحظة كده بعد كده بيسيبهم وبيمشي. بنشوف وديدة قاعدة في المخزن ولقت كتاب لجدتها وبتفضل تقراه، وبيكون كتاب سحري بيقول الكتاب انه بيكشف وصفاته للشخص المناسب. وبتخلص الحلقة التانية على كده. وياريت تعمل لايك وتشترك في القناة لو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى، وسلام.